كنت بشتري الفرخة أنا فاكر ب9 جنيه، والله العظيم ب9 جنيه مشوية بسلطاتها بحاجاتها بكل حاجة. ما تيجي نعمل مقارنة بين الفراخ المصري الشواية والفراخ السوري. الفيديو ده ملوش أي دعوة ده شعب سوري ولا ده شعب مصري، لا أنا بجرب وبنقل تجربة الطعم، لأن احنا كنا متعودين دايما قبل ما السوريين يجوا مصر وينورونا متعودين على الفراخ الشواية. عشان كده جبت من أشهر واحد بيعمل فراخ شواية مصري عادل أبو سريع 300 جنيه، ومن اشهر واحد ويمكن اقدمهم بيعمل فراخ سوري شوايه روستو 320 جنيه، فرخه ساده معاش رز ومعاش بطاطس معاش الكلام ده. فاحنا هنفتح واحده واحده، هنطلع لنا ونطلع لنا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. فيلا بينا نبدا الاول بعادل ابو سريع، بعد كده نخش على روستو. الفرخه ب 300 جنيه بيجي معاها طبق سلطه محترم، ان فرخه بقى 2 طحينه. ايه ده؟ ده لسان عصفور. والفرخه بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ الفرخة المحروقة، تصدق مولعة؟ بص شكلها، بص شكلها، بص الصوص اللي نازل منها. يلا بينا نخش على روستو. احنا طلعنا عادل ابو سريع قلنا 300 جنيه الفرخة بالسلطات بالحاجات اللي جايه معاها. روستو تومية سبايسي، تومية عادية ومخلل عيش. طب حلو والله. واحد تاني. والفرخة انا طلبت فرخة سادة من غير رز ومن غير بطاطس، بحيث ان الفرختين يعتبر زي بعض. هنفتح ونشوف روستو دي 320. انا روستو من المطاعم السوري اللي بحبها بصراحه، بس اوقات يعني بيبقى فرع وفرع، يعني اوقات فرع يخيب وفرع بيظبط بصراحه. ففي اماكن معينه بروح اجرب بيها. روستو، روستو انا قلت له سيبها لي سليمه. بص بص الصوص، المزات، بص بص على وضعها. قرب كده. بص انا حاسس ان فرخه عادل ابو سريع اكبر شويه من روستو، بس روستو مدملكه لان هم مدخلين الدبوس، بص كده مصور، مدخلين الدبوس جوه الصدر فتحسها مدملكه شويه. لكن انا حاسس في الصدر بتاع عادل ابو سريع اكبر شويه. بس بص بقى فرق اللون، يعني بص بقى فرق اللون. دي الفراخ بتاعتنا المصري اللي بتبقى محشيه بصل. انا هفتح لك دلوقتي واوريك. روستو ما بتبقاش محشيه بصل، هي بالتتبيله، التتبيله اللي هم بيحطوها عليه. فهنبدا بايه يا مصور؟ عادل ابو سريع الكهرباء دي. طب هي متكهربة قوي يا مصر. يلا نقول واحدة واحدة كده بسم الله، ودي أجمل لحظة أنا بحبها. وعايز أقول لك إن عادل أبو سريع بيستخدم فراخ فريش. بص يا مصور، لا قرب قرب والنبي، بص 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 دي، بص دي، بص دي، بص دي. إيه رأيك؟ بسم الله، ودي أجمل لحظة أنا بحبها. جامدة. قرب بقى كده، أنا عايز أوريك العظم. قرب قرب. العظم الفريش، بص العظم الفريش. بص بقى يا مصور هنعمل ايه. قرب كده يا مصور، قرب، لازم تاخد الحركة دي. مصور، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى البصل اللي بقول لك عليه يا مصور، ده البصل بتاعنا، الفراخ المصريه بتاعت زمان، الفراخ اللي ما فيهاش اي حاجه، فلفل اسود ملح بصل طماطم محشيه، التتبيله بسيطه جدا سيمبل جدا ما فيهاش بهارات. لو انت شايفها محروقه انا هقول لك ليه مش محروقه. قرب كده مصور. لو محروقه مش هتلاقي اللحم حلو كده، لو محروقه فبالتالي هيأثر على اللحم فاللحم هيبقى ناشف. اللحم بص طار ازاي، الفراخ انسجه، بص النسيج، بص اللي مش فريش عمرها ما تقطع بالمنظر ده. خفيفه شويه بس قشطه يعني. بعد ما جربنا عادل ابو سريع وشفنا قد ايه الفراخ حلوه وفريش ومش محروقه للناس اللي هتقول لك محروقه، يلا بينا نخش على روستو. بص الفرخه روستو ريحه مختلفه تماما عن دي، يعني دي تحسها حاجه ودي حاجه. فهنقطع برضو كده، بص 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 بص, بص بقى روستو مدخل لك الدبوس نفسه جوه الصدر، فتحس ان الفرخه نفسها مندملكه وهي في الشوايه اساسا مندملكه كده. فتعال ندوق الدبوس ونشوف الدنيا عامله ازاي. نقول بسم الله ونخش. قرب نشوف العظم، برضو العظم ابيض بصراحه.
بصراحه لا، عظم ابيض. فلا روستو يعني من اماكن السوري اللي انا بحبها قوي قوي. تعالى برضو نشوف الصدر يا مصور، معلش انا طولت معاك. بص الصدر برضو. تصدق روستو زي الاول كان بيستخدم فراخ مجمده، دلوقتي بقت فريش ما شاء الله. انا بقالي كتير قوي، بقالي مثلا اكتر من سنه ما اكلتش عند روستو، اكتر فعلا من سنه. لا. توميه بقى حاجاتها، بس انا مش هجربها بصراحه. الاتنين حلوين جدا كمصري ولا كسوري. انا لو هروح يعني انا محتار، انا مش عارف اختار دي ولا اختار دي، هما الاتنين احسن من بعض. يكفي ان الاتنين فريش، يعني سواء مصري او سوري، دي لها طعم ودي لها طعم، دي ليها بهاراتها ودي ليها بهاراتها وتكاتها، بس دي بترجعك بالزمن 20 سنه بما اني كبير في السن. روستو جميله جدا. انا محتار. انت اكتب لي في الكومنت لو هتروح تجرب، هتجرب المصريه ولا السوري. بس اشوفكم فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر. وبجد النهارده ده فيديو من اسعد الفيديوهات اللي انا عملتها، لان انا بحب الفراخ جدا. سلام.